بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي الأعزاء. طبعا الحالة اللي هتشوفوها دلوقتي دي عملية فتح كرش لحيوان بالع أجسام معدنية. طبعا قبل ما نفتح أنا معرفش إيه هي اللي موجود جوه، مجرد إن احنا بنكشف بالميني ديتكتور أو جهاز كشف المعدن بيدي انذار ان في حاجه حاده جوه او في حاجه حديد جوه. طبعا الحاجه دي احنا ما نعرفهاش حاده ولا بلانت ولا ايه قصتها. طبعا الحيوان بيبقى مسيتد او نحيف، اكله بيقل خالص، في مشكله في عسر هضم، في قله اكل، في تعب هزل كده. فبنضطر طبعا نشخص الحاله ديت ان هي ممكن تكون بلعه، فبنستخدم جهاز اللي هو الميني ديتكتور وبيدينا انذار ان في مشكله في الكرش او في حاجه الحيوان ده بلعها. والميني ديتكتور الجهاز ده عباره عن مغناطيس، يعني بيكشف عن اي حاجه حاده. فطبعا احنا حاليا حلقنا مكان الفتح في الجنب الشمال ناحيه الفلانك على هيئة حرف ال زي ما انتم شايفين. طبعا ده استاذنا الاستاذ الدكتور محمد عثمان، وكيل وزارة الطب البيطري بالمنيا. طبعا ده استاذنا في الجراحة، راجل بسم الله ما شاء الله، ايده تتلف في حرير في الجراحة، يعني شغال قيصريات وشغال رومونوتومي، فتح كرش، يعني بيطلع برضو الحاجات لو في اي بلع بلاستيكات او بلع اي حاجة، برضو بيعمل فتح كرش وبيشتغل شغله كويس جدا في عمليات الجراحية بالنسبة للحيوان يعني. فطبعا ده عملية التخدير الموضعي، بنستخدم مخدر موضعي على حرف ال، على شكل حرف ال، بحيث ان احنا نخدر كل البرانشز النيرف اللي هي بتغذي المنطقة ديت عشان نفتح الحيوان ما يتألمش. زي ما قلت قبل كده، مش معنى ان الجهاز صفر يبقى ممكن تكون الحاجة دي حادة او الحاجة دي ممكن تكون فيها، لكن كده كده المفروض الكرش ما يبقاش فيه حديد. ده حرف ال اللي انا بقولك عليه ديت، ان احنا بنعمل حرف ال مقلوب، بنخدر كل البرانش بتاع النيرف او بتاع الاعصاب اللي موجوده في المنطقه دي، وننظف كويس بنطهر الجرح على اساس ما يحصلش اي انفكشن اثناء العمليه او بعد العمليه ان شاء الله يعني. زي ما قلنا طبعا الحيوان ده بيلوش بأي حاجة قدامه بياخدها. البلات بيبقى فيها سلك بلات سواء كان جش رز في المزارع أو البرسيم الحجازي. مرات بيبقى البلة معمولة بسلك، مرات في مسامير بتبقى مرمية في الأرض. الحيوان ده بياكل أي حاجة، بيبلع مسمار، يبلع سلك، يبلع إبرة، يبلع زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي هنطلع ايه منها. منظر برضو ايه يعني. بصراحة تسلم ايده الدكتور محمد ما شاء الله عليه، ايده حلوة في الجراحة وفي الخياطة، واحنا كلنا بنتعلم منه يعني. طبعا احنا عملنا فتح طولي كده وبنركب الفريم ده، عدة خاصة بعملية الرومونوتومي او فتح الكرش، على اساس ان احنا نطلع الكرش بره بحيث ان ما يحصلش اي انفكشن او اي عدوى تدخل من بره لجوه. فاحنا بنثبت الحاجه ديت كده وبنطلع الكرش لبره وبنثبته بره الجلد خالص، وبنحط تامبونات او شاش برضو حوالين داير برضو، بحيث ان ما فيش اي ميكروب او اي فرصه لاي تلوث يحصل للجرح، لان طبعا اي ميكروب هيدخل هيتعبنا بعد كده في عمليه التئام الجرح. فدي كنتوا شايفين احنا بنثبت الكرش بره، احنا سحبنا الكرش كده وبنثبته بره على اساس ان شغلنا كله يبقى بره خالص، بعيد عن بطن الحيوان وبعيد عن الفتحه اللي احنا شغالين فيها دي. بيتم تثبيت طبعا، بنفتح بندور على مكان بعيد عن الوريد. في وريد كان قدامنا، فهو الدكتور محمد ما شاء الله عليه بياخد طريق مكان كده بعيد عن الوريد عشان ما يحصلش انزفه ويتعبنا يعني. فما شاء الله يعني العملية دي عملية ناجحة بنسبة 80% أو 90% ما شاء الله يعني. عملها كذا مرة وأنا كنت معاه برضو، ونجحت قبل كده كتير بصراحة. ما فيش الحمد لله أي مشاكل ولا في أي مضاعفات. هتشوفوا انتوا دلوقتي احنا بنفتح الكرش، بنفض طبعا المحتويات بتاع الكرش الأول على اساس ان احنا نمد ايدينا. طبعا البلعان ده ما بيبقاش في الكرف، انتوا عارفين الكرش بتاع الحيوان ده 4 غرف. هو البلعان دايما بيبقى غرفة اللي هي اسمها
الروتيكولم او ليها اسم، التجار او الجزارين بيسموها اسم كده غريب، ان شاء الله نبقى نقوله لكم بعدين يعني. فبتبقى زي عامله زي خليه النحل كده، هي اللي بتاخد الحاجات المسامير جواها زي الريش كده بتاع خليه النحل بالظبط. فطبعا احنا بنفضل المحتويات بتاع الكرش ونمد ايدينا لجوه لقدام، بحيث ان احنا نجيب اي حاجه الحيوان بلعها بيركن في الغرفه اللي تحت ديت، اللي هي بتبقى قريبه من القلب طبعا. عشان كده لما المسمار بتأخر انت عليه مثلا والحيوان بيبقى عشر كبير 6 أو 7، الجنين بيضغط على المسمار ديت، بيروح طالع من الريتيكولم على الحجاب الحاجز على القلب، بيطلع من الريتيكولم على الحجاب الحاجز على القلب على طول، بيعمل لك حاجه اسمها تروماتيك بيريكاردايتس. ساعتها بيبقى الحيوان ما ينفعش يتعمل له عمليه حتى خلاص، لانه بيبقى وصل لحد القلب وبيعمل لك خراج على القلب. طبعا ده مسمار اهو زي ما انتوا شايفين كده، ده مسمار طلعناه اول حاجه، لسه في تاني هنطلع تاني دلوقتي. طبعا انا شلت الصوت الطبيعي لان كان زيطه، والقفله دي كان ما شاء الله كان شغل حلو جدا. وعلى فكره العمليه دي اتعملت مجاني تبع القافله المجانيه، ما غير الراجل بس اتكلف، شايفين انتوا السلك 2 مسمارين وحته حديده تاني، ولسه هيجيب تاني من جوه. فالعمليه دي عملها الدكتور محمد بصراحه مجاني بدون اي مقابل خالص، ما غير الراجل بس راح جاب السلك والخيط والقطن والشاش اللي احنا اشتغلنا بيه ديت، لكن العمليه عملناها بدون مقابل، قافله مجانيه خدمه لاهالي القريه اللي هم في جلوسنا دول. طبعا انا مادي ايدي في الروتيكولم اللي هي الغرفه الرابعه بتاع الكرش عشان اشوف اي حاجه لازقه كده، اي حاجه كده. فطبعا الحمد لله احنا ايه بايدينا كده ما جبناش حاجه، فاضطرينا ان احنا نجيب مغناطيس. لو انتوا فاكرين كنا زمان نقول لك نبلع الحيوان مغناطيس عشان يلم اي حاجه، جبنا المغناطيس ومشيناه حواليه، طبعا لم حاجات تاني، المغناطيس لم حاجات تاني وطلعناها برضو هتشوفوها دلوقتي ان شاء الله. ففكره برضو كويسه ان احنا نجيب المغناطيس برضو ونرميه جوه ونسيبه، بعد كده نحط كيسين لاكسافيت عشان ملاين للكرشه وما يحصلش اي عسر هضم او اي تلبكات. هتتفرجوا انتوا طبعا لحد اخر الفيديو وهتشوفوا طبعا في حاجات تاني زي سلسله كده متقطعه احنا طلعناها برضو، كانت بلعاها البقر ديت، وخيطنا الجرح وقفلناه وطهرناه كويس، واخدت العلاج الخاص بيها طويل المفعول كله طبعا، ويبقى فيه متابعه لمده 3 ايام بماسيف دوز من الانتيبيوتكس. فطبعا بنتاكد تاني بالجهاز ان مفيش حاجه تاني جوه الكرش، على اساس ان احنا طالما كده كده فاتحين، مش بعد ما نقفل ونلاقي الحيوان برضو لسه الجهاز بيصفر. ده الميني ديتكتور اللي هو جهاز كشف المعدن، بيكشف لو الحيوان فيه مسمار او فيه سلك بيزعج بيدي صفاره، فده اكبر دليل ان الحيوان ده ايه بالع. طبعا بنحط زي ما قلنا البواكي بتاع اللاكسافيت ديت على اساس ان هي تبقى ملين، ما يحصلش اي تلبكات، على اساس الجرح ما يحصلش مثلا تحزيق للحيوان ويفتح الغرز مني تاني. فدي بنحط ملين، مرات بنحط زيت بارافين، لكن هي حاليا بنحط اللاكسافيت ديت. وادي الدكتور محمد طبعا بالمغناطيس ومشاها جوه الكرش. طبعا جاب حاجات تاني لان احنا مش شايفين حاجه جوه، احنا بنحرك ايدينا بس في اي حاجه لازقه شمال ولا يمين. المغناطيس اللي انتوا شايفينه ده اهو، ده بيجيب حاجات، فهو بينزل تاني برضو، بيلف المغناطيس جوه، بيلم على قد ما يقدر. طبعا الحاجات دي بتأثر على الهضم وعلى كفاءة الكرش في الهضم. شايفين تاني؟ طلع تاني برضو، طلع. كل دي مسامير حتى ان كانت صغيرة بس برضو بتعمل مشاكل، حتى ان كانت الحاجات دي مكسرة وصغيرة، بس بتيجي طبعا في مكان ممكن تعمل جرح في الكرش، تعمل خراج، ممكن تعمل تقطع الغشاء او النسيج بتاع الكرشه وتوصل لحد الحجاب الحاجز وتخش على القلب كمان، تعمل لك مشكله كبيره في الحيوان، ممكن الحيوان يموت منه. طبعا كده ان شاء الله العمليه تمت بنجاح وطلعنا الحاجات اللي فيه. هنبدا بقى نقفل الجرح ونبدا نخيط زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله دكتور محمد ايده تتلف في حرير، يعني بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يزيده. دكتور محمد راجل متواضع، وكيل وزارة الطب البيطري بالمنيا، ايده حلوة في الجراحة الصراحة، يعني كلنا بنتعلم منه جراحة.
هو كده بدأ يقفل الجرح، وهتشوفوا انتوا بقى كملوا لحد اخر الفيديو وشوفوا الجرح اتقفل ازاي بالنظام بالشياكة. والحمد لله الحيوان مشي سليم 100%، مفيش اي مشكلة. يا رب تكونوا استفدتوا. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.